الزمالك اكبر قلعه رياضيه في بالظبط. مصر. لا، هو ما قالش التصريح ده، بس يعني ريته قال الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، رايه يحترم. اه. بس بعد كده كمل، واللي يقول غير كده ما بيفهمش. اه. وسكت تاني وقال لك واللي يقول غير كده هنستبعده من الرياضه ده تماما. نصا. تنصا امم مع كابتن سيف زاهر. طيب انا محتاج فعلا افهم ايه التصريح ده، لانه بصراحه تصريح يعني طبعا خاصه ان ما التصريح، حدش في الاعلام تفاعل معاه غير قناه الزمالك. الموضوع باختصار، هم دلوقتي لما الاهلاويه اتكلموا عن الموضوع وكده، قال لك ما انت بتقول على نفسك الاهلي فوق الجميع، امم تقول على نفسك اعظم نادي في الكون. امم طيب مين اللي بيقول اعظم نادي في الكون ده؟ الجمهور. جمهور. جمهور يقول أنا اعظم نادي في الكون. طيب واعظم نادي في الكون ده شعار عاطفي. انا ممكن واحد كده يبقى يقول لك انا امي اعظم ام في العالم، بالنسبه لك ده هيضايقك؟ لا طبعا. خلاص انا شايف ان امه. هم اعظم. لكن لما اجي يقول لك انا امي اكتر ام محققه انجازات في الناس اللي قاعده دي كلها، لا قول لي هنا بقى. ارقام قول وحسابات. لي بقى انجازات امك، لازم اعرفها. اه والله لازم اعرفها. خلاص انت لازم اعرف لازم انجازات اعرف امه. انجازات امك اه. بقى. انت بتقول ان انا امي اكتر واحده عملت انجازات، لا، اقف هنا وقول لي انجازاتها ايه بقى. اه. انا اكبر قلعه رياضيه، اكبر قلعه رياضيه في مصر، فانت حددت في مصر، يعني كل الفرق المصريه تحت. تمام. تمام. اكبر قلعه رياضيه في ايه؟ هل انت الاول تاسيس؟ لا. لا. هل انت الاكثر فروع؟ لا. لا. هل انت الاكثر اشتراكات في النادي؟ لا. هل انت الاكثر تحقيق بطولات محليه؟ لا. هل انت اكثر تحقيق بطولات قاريه؟ لا. هل انت دخلت بطولات عالميه؟ لا. هل انت عندك الالعاب الفرديه والجماعيه اكتر من اي نادي في مصر؟ لا. قول حسابات. لي بقى انجازات امك، لازم اعرفها. اه والله لازم اعرفها. خلاص لازم اعرف لازم انجازات اعرف امه. انجازات امك اه. بقى. انت بتقول ان انا امي اكتر واحده عملت انجازات، لا، اقف هنا وقول